النهارده هعمل لكم طريقه فراخ جديده ان شاء الله، يا رب تعجبكم. جربوها زي ما انا عملتها وهتعجبكم. انا هنا جبت 3 بصلات مفرومين، وجبت توم باودر وبصل باودر وورق لورا وفلفل اسود وملح وشويه كركم. تمام. وجبت مستردة، وجبت خل بلسمك، وكان عندي خلطة مشاوي كده من ماجي حطيتها وقلبتهم في بعض، حطيتهم يعني على بعض وكده، وقلبتهم في بعض تقليبه. تمام. وبعد كده جبت بقى الفراخ بتاعتي. تمام. لازم بس يعني تقلبوهم جامد. يستحسن يعني لو تفركوهم بايديكوا يعني وكده. تمام. بعدين جبت بقى الفراخ وفضلت بقى احشيها من الخلطه اللي انا عاملاها. تمام. تحت الجلد بقى وبين الجلد وكده. كانت جميله والله، يعني الطريقه دي جميله بجد، بنفس المكونات اللي انا قايله لكم عليها دي والمقادير. كانت حلوة قوي وسهلة وسريعة، واحنا بنبقى عايزين حاجة في رمضان، يعني التغيير وكده، او غير رمضان بصراحة. غير بقى الطريقة اللي هي التقليدية، او صينية بطاطس او كده بفراخ او الكلام ده. وبعدين حطيتهم بقى. تمام. وحطيت عليهم الورق اللورا. وبعدين مسحت الجناب وكده. ودي كانت شكل الصينية في الاخر. والله كان طعمها تحفة، والبصل اللي تحتيها كان مكرمل بشكل غير طبيعي، وكانت جميلة جميلة جميلة. ألف هنا وشفا على قلب اللي كله، يا رب ألف هنا وشفا والله. احنا بنحب الوراك أكتر من الصدور. بتبقى طرية وكده.